الدقيقة العاشرة من انطلاقة المباراة. لو طلب منك أن تكررها 100 مرة لما فعلتها يا دانيلو، ولما سجلت هدف بهذا النوع. لو كنت في الهجوم لما سجلت هدفا للريال بهذا الشكل وبهذه البراعة والروعة. جول أول لإشبيليا عند الدقيقة العاشرة. فرحة كبيرة لخوخي لويس سامباولي، يدرك بسرعة كبيرة جدا في التحول الهجومي. سعود عادل رامي في هذه الركنية لصالح عناصر اشبيليا، مرفوعة من القائم الثاني وكيكو غاسيا، ثم اسونسيو انطلق، يبقى كيكو غاسيا ساقط هايلة من اسونسيو، زاد في السرعة ثلاث مهاجمين امام ثلاثة. اسونسيو راح، اسونسيو دخل، اسونسيو وصل، اسونسيو جول. فعلها الصغير ماركو اسونسيو، عدل النتيجة للريال وعقد امور اشبيليا في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الاول. استلم اسونسيو، انطلق اسونسيو، راوغ اسونسيو، صمد اسونسيو، زاد في السرعة اسونسيو، هاي الإعادة مرة ثانية. استلم راوغ ببراعة، انطلق وصمد امام عودة الدفاع، قوة كبيرة وسرعة فائقة، راح وكاد يسقط وصمد وسدد وسجل جول التعديل لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا ما كان ينقص الريال، هو التعديل لقتل معنويات عناصر اشبيليا الذين لعبوا لمدة 20 دقيقة وتوقفوا. توقف رتمهم، بقوا خطيرين ولكن رتمهم توقف. هدف التعديل في وقت من اروع ما يكون عندما تسجل هكذا مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني، معناها قضي الامر، معناها انتهى كل شيء، معناها لازم لكم سجلوا 4 اهداف اخرى، سيكون من الصعب على عناصر اشبيليا. كرة من هناك عند الاسرائيلي اسكوديرو، الهدف الثاني من اللاعب الاحتياطي ستيفن يوفيتش. اسكوديرو في القائمة الثاني وخلل اخر وخطأ اخر على مستوى دفاع الريال. ليس من عادة دفاع الريال عندما يكون براموس وفاران او بيبي ان يخلي فلغات مثل هذه في القائمة الثاني. لاعب وحده المونتينيجرو ستيفان يوفيتش يحاول احياء المباراة مجددا بتسجيل اول اهدافه في اول دقائقه مع فريق اشبيليا بهذا الشكل. اسكوديرو حطها ببراعة ويوفيتش مثل ما جاءت اليمنى لسمير نصري، بندير جول. إيبولا يسجل الهدف الثالث لإشبيليا. سلام، فيتولو صنع الفارق. سمير نصري مرة لبندير، لم يكن في وضعية التسلل تماما. كيكو غاسيا في الأولى وفي الثانية فيتولو. إيبولا يسجل 3 أهداف المباراة، 3-1 صارت النتيجة. يبقى المهم اليوم هو أن الريال قد لا يحقق الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة، وصل للمباراة رقم 40 وخسر. فاز على الريال وليس فاز على الريال من دون البي بي سي. كرة من هناك على الجليل لصالح عناصر ريال مدريد، البحث عن ضربة جزاء يقول حكم المباراة. ضربة جزاء يقول حكم المباراة لكازيميرو عند الدقيقة 81. قضي الأمر وينتهي كل شيء. نعم فيه دفع من الخلف واضح، نعم فيه دفع من ماتياس جرايفيني فيتار الارجنتيني على البرازيلي واضح. اي نعم زاد فيها شويه اللاعب كازيميرو، ولكن بنزيما سيرجيو راموس يتوجه نحو تسجيل هدف ضد فريقه، ضد مدرسته التي لعب فيها ونشأ فيها. راموس يستعد، راموس خلق، راموس قد يضيع، راموس يسدد، راموس يا له من جول. يا سلام على الروعة والبراعة والمهارة والإبداع والدقة والتميز والذكاء والحس التهديفي وبرودة الأعصاب عند راموس. يا سلام، جول رابع يقول لهم أنا لابس قميص الريال، أنتم فريقي السابق ولكن أنا بقميص الريال وليس بإشبيليا. يا سلام عليك يا راموس، أنا متأكد بأن بنزيما يلعبها مارسيلو بنزيما، كرة خطيرة للريال وبنزيما جول.
بنزيما يعود له الفضل في تحطيم الرقم القياسي لريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. ريال مدريد هو أول أفضل أكبر نادي في إسبانيا لم يخسر على مدى 40 مباراة. ريال مدريد ب7 أرواح يفعلها، ريال مدريد بإصرار كبير، أي نعم تأهل وحافظ على رقمه، حطم الرقم القياسي الإسباني في عدد المباريات من دون خسارة بفضل بنزيما اللعبة الثنائية الرائعة بينه وبين مارسيلو.